بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا مستمعي اون سبورت اف ام في كل مكان، وحلقه جديده من الحريفه بالستايل الجديد، بالوقت الجديد، ببرنامجنا الجديد اللي هو ساعه ونص مش ساعه. احنا كنا بنطلع من 1 ل2، النهارده من 2 ونص ل4 هنبقى على طول ان شاء الله. بحيي طبعا وبشكر هاني حتحوت زميلنا العزيز كان قبلينا، دايما نستمتع بيها، وكان كابتن اسامه نبيه، وحلقه ممتعه كالعاده. النهارده كمان اعتقد هيبقى معانا يعني ان شاء الله حلقه تستمتعوا بيها. ليه بقى هيستمتعوا بيها؟ لان هيبقى معايا كابتني الكبير جدا كابتن محسن صالح، كابتن النادي الاهلي طبعا والمصري ومنتخب مصر، ومدربنا ومدربي، وواحد من الناس اللي بتتكلم حلو قوي في الكوره، والناس اللي بتحلل كويس قوي في الكوره، والناس اللي اشتغلت بره وجوه كتير، وكلامه موضوعي وكلامه دايما في الجول زي ما بنقول. يعني هستمتع بيه ان شاء الله باذن الله النهارده، وان شاء الله تستمتعوا معانا بيه مع كابتننا الكبير كابتن محسن صالح. هنتكلم معاه بقى في كل حاجه، ماتشات الدوري وعوده الدوري، السبعه الكبار وبقيه الفرق اللي تحت، والنتائج والماتشات، وطبعا هنتكلم على ماتش امبارح وماتش بكره، والاهلي هيلعب بكره طبعا مع سيراميكا، الزمالك لعب امبارح مع المصري وفوز. يعني هنتكلم عليه بشكل طبعا تفصيلي، وهنتكلم عليه بشكل تحليلي اكتر مع كابتن محسن. لكن يعني الزمالك يمكن امبارح من الماتشات اللي كانت صعبه، والمحطات الصعبه، هم 6 ماتشات. ويمكن طلعت امبارح مع محمودي قلت ما اعتقدش ان ال7 فرق اللي في الكبار يعني هيكسبوا، في حد فيهم هيكسب ال6 ماتشات كلهم. ممكن حد يكسب طبعا، بس انا بقول يعني وجهة نظري ان في يعني كلهم اللي هيتعادل، اللي هيتعادل ماتش، اللي هيتعادل ماتشين، اللي يخسر ماتش ويتعادل ماتش، اللي هيخسر ماتش ويكسب ال5 يعني. لكن ال6 يكسبهم كلهم ما اعتقدش، ممكن كل الفرق تعملها، الله اعلم يعني. لكن الفرق كلها مستواها متقارب جدا. فكرة الجدول وفكرة الدوري ده احلى بكتير من الدوري القديم. الدوري القديم طبعا كان ليه حلاوته وليه مذاقه، ولكن فكرة ان انت عندك 7 فرق 6 ماتشات كاس، تقريبا كاس، وفي منافسة متقاربة جدا. يعني الزمالك النهاردة لاعب ماتش زيادة، 46 نقطة، اكتر من 3 نقط من بيراميدز، اكتر 6 نقط من الاهلي. طبعا دول اللي هم ماتشات اللي لسه هيلعبوها. الزمالك 46، بيراميدز 43، الاهلي 40، سيراميك كليوباترا 38، المصري 32، سموحه 31، امبي 30. كل الناس يعني سموحه والمصري وامبي ويعني بعيد شويه، لكن ممكن يلعبوا على فكره الاثبات الذات، وفكره يعني ممكن، بس صعب قوي ان هو يخش رابع، فيبقى في بقى كونفدراليه ولا ايه الدنيا هتبقى فيها ايه. خصوصا طبعا بعد جدليه الكونفدراليه، هو التاني بتاع الكاس، عشان بيراميدز طبعا بيلعب من ممكن يوصل من احسن 3 فيخش في افريقيا، فبالتالي يبقى تاني الكاس هو اللي يخش في الكونفدراليه. وبعدين قال لك لا، ده في اتحاد الكوره مصدر قال لك لا، ده اول 4 فرق في الدوري هم اللي يروحوا. كلام كتير جدا برضه، ولم يحسم هذا اللقاء، وهو اللي بيحدد اتحاد الكوره على فكره، مش الرابطه. يعني اتحاد الكوره هو اللي يحدد من سيذهب الى يعني تشامبيونز ليج والكونفدراليه. الرابطه ما بتحددش، بس هي بتتكلم من وجهه نظرها يعني. طيب احنا طبعا ابتدينا مباراه الجوله الاولى في مرحله البقاء والمرحله النهائيه. يمكن ابتدينا مجموعه البقاء، حصل تعادل مع الاسماعيلي يوم الجمعه 20 مارس، وبعدين وادي دجله مع الجونه برضه تعادل، وبعدين المقاولين مع بتروجيت تعادل 2-2، وبعدين المحله مع البنك الاهلي تعادل. كل ده كان الاسبوع اللي فات او اللي قبله. وبعدين زد اف سي كسب طلائع الجيش، كان هو اسماعيلي تعادل مع مودرن سبورت، الاتحاد تعادل مع فاركو. دي مباراه الجوله. ومباراه الجوله كل الماتشات تعادلات ما عدا زد الوحيد اللي كسب طلائع الجيش. السبت 4 امبارح، اول امبارح قصدي، كان فاركو تعادل برضه مع غزل المحله، الجونه تعادل مع الاتحاد، مودرن سبورت تعادل مع وادي دجله، بنك الاهلي عمل ماتش حلو قوي، كسب 4-2، اسماعيلي وطلائع الجيش تعادلوا 0-0. معظم الماتشات في اللي تحت دي كلها تعادلات، ما اعرفش ليه، ماتشات كتير قوي تعادلات. يمكن احلى ماتش اتلعب في الماتشات دي كلها البنك الاهلي وحرس الحدود امبارح، كان ماتش حلو قوي. حرس الحدود اتقدم، وبعدين البنك الاهلي تعادل، وبعدين حرس الحدود اتقدم، وبعدين البنك الاهلي تعادل، وبعدين البنك الاهلي زاد 3، وبعدين جاب 4. ماتش حلو قوي قوي امبارح. الاسماعيلي ماتش برضو فيه شغل كبير جدا، وجون هنا اتلغى، وبينالتي وما اتحسبش، وليله يعني كانت موجوده. هنتكلم طبعا بتفاصيلها مع كابتننا كابتن محسن صالح، اللي اخر الدوري الاسماعيلي خده كان مع الكابتن محسن صالح. طيب الفرق مستواها متقارب، فكره ال7 دي بقول جنب بعض قريبين من بعض، هيخبطوا في بعض، هيطلعوا نقط من بعض. دي فكره
مش موجوده بشكل كبير كانت في الدوري المصري. الدوري المصري دايما فكره المجموعه، يعني هي دايما 18 نادي او 20 نادي، وبيبقى دايما اللي سابق خلاص سابق، ممكن واحد يزق معاه شويه وخلاص. لكن الشكل ده السنه اللي فاتت برضه كان منافسه كبيره جدا بين الاهلي وبيراميدز لغايه اخر ماتش بالشكل الجديد ده. الشكل الجديد ده اتحاد الكره اضطر انه يعمله عشان فكره افريقيا والتاجيلات، والناس كلها كانت بتشتكي من التاجيلات، وانت بتعجلني فرقه مثلا الاهلي بيلعب او الزمالك بيلعب او بيراميدز بيلعب تروح مأجل الدوري لغايه شهر 9 لان انت مأجل له ماتشات واربع خمس ماتشات، فكان الناس كلها عندها مشكله. ففكرنا في اتحاد الكوره ساعتها فكره اللي هي الدوري الطريقتين ده او المجموعتين دي، وانا شايفها دي كانت لازم تطبق من زمان، لكن الحمد لله اتطبقت، وانا شايف فكره كويسه جدا. ممكن تتعدل بعض الحاجات فيها، بس هي كمنافسه وككوره من زمان مش ما بشوفناش السخونه والاداء فيها بهذا الشكل والمنافسه القويه فيها بهذا الشكل. واعتقد لو فضلت كده هيفضل المنافسه دايما موجوده بالشكل ده، وهتفضل الامور متقاربه بشكل كبير جدا. هنتكلم في حاجات كتير، لكن زي ما قلت هيبقى معايا كابتن محسن صالح، فخلينا نطلع فاصل ونرجع نستقبل كابتننا الكبير كابتن محسن صالح بقى، ونتكلم معاه بقى في الفنيات وفي الشغل التكتيكي وفي الشغل الفني وفي آرائه الشخصية الفنية عن اللي بيحصل في الدوري المصري. ورجعنا لكم تاني، وزي ما قلت في بداية الحلقة منورنا كابتننا الكبير كابتن مصر كابتن محسن صالح، كابتني طبعا ومدرب الكبير، وطبعا مدرب منتخب مصر والاسماعيلي والمصري وانديه كتير. منورنا يا كابتن محسن. اهلا بيك يا حازم. حبيبي يا كابتن. وسعيد ان انا معاك ومع الساده المستمعين والمشاهدين. وانت كده اول ما شفتك افتكرت لقطه متهيألي هتفتكرها. ايوه. تعرف انا احب اللاعب الفنان المبدع المهاري، ما احبش العافيه والقوه والحاجات دي. انت مره جبت جول وانا في الاسماعيلي وحضرتك كنت مدرب الاسماعيلي وانا مدرب. ايوه 1-1. انا وقفت مبهور من الهدف اللي انت جبته. ربنا يخليك. وقفت مبهور حتى في مذيع بعد المباراه بيقول لي ايه رايك في المباراه؟ قلت له بصراحه، قلت له الجون كيفني رغم ان الجول جه فيا بس الجول كيفني بصراحه. هي لبست في رجلي وش رجلي كده، بس كان ماتش حلو. انت وابراهيم المصري ومحمد صلاح ابو جريشه ووليد صلاح، في علامات كده في الكره المصريه يعني. طب هو الاسامي دي يا كابتن ابراهيم مصر ده كان حته دين لعيب كبير قوي، مارادونا يعني كانوا مسمينه مارادونا، محمد صلاح ابو جريشه، وليد صلاح، دول تحديدا يا كابتن كانوا جامدين قوي. يعني انا على سني هم اكبر مني، فبالنسبه لي دول ايكونز يعني في الناشئين بس ما خدوش البريق اللي هم يستحقوه كلاعيبه كوره مهاريه، مع ان احنا دايما بنتكلم دايما في مصر على اللعيب المهاري احسن، ودايما بياخد الصيت اللعيب المهاري. خدوه في وقتهم بس، لكن ما خدوش زي مثلا اسامي تانية طلعت، يعني ما خدوش المكانه اللي يستحقوها. ايوه المكانه. ليه؟ لانه الاثنين، واحد في المصري وواحد في الاسماعيلي. بس حتى وليد صلاح يعني وليد نجم كبير جدا، بس تحسه برضه طبعا، بس مثلا لما ما يتقالش اسمه كتير مع الناس الجامده في الكوره، مع انه وليد ده كان جامد جدا. وليد حاله مختلفه. لما بتتكلم على ابراهيم وعلى محمد ابو جريشه، يعني انت بتتكلم على مدينتين الجماهير فيهم 50 100 200. لما تيجي تلعب قدام الزمالك وقدام الاهلي بتلعب ضد 30 40 مليون، وبالتالي يعني الشعبيه طبعا بتبقى دايما على الانديه اللي عندها شعبيه اكتر. وبعدين يعني لما تتكلم على وليد كانت مشكلته حاجه واحده وانا اللي حلتها. كانت مشكلته انه ما بيلعبش اساسي على طول. المدربين ما كانوش بيثقوا في قدراته، يعني يقول لك فنان البدنيه فنيا عالي جدا، بدنيا ما كانش من النوع اللي هو بيحب السرعات ويدخل في وسط الزحمه، وكان عنده فكر ان هو بيشتغل فيه، وبالتالي فما خدش المكانه بتاعته. خدها لما انا مسكت منتخب مصر واستدعيته وبقى لعيب اساسي في منتخب مصر. ساعتها لعب 90 دقيقه. كان مدربين كانوا يقولوا مش بطوله افريقيا، ما كانت تصفيات. لا لعب مباريات افريقيه. تصفيات قصدي. تصفيات. بس يا كابتن عايز اقول لك حاجه يا كابتن برضه، دايما يعني احنا اللعيبه، مش عايز اقول يعني قصدي اللعيبه الحريفه زي ما حضرتك بتقول كده بيدلعونا واحنا صغيرين المدربين. هل ده صح ولا غلط؟ يعني دايما كانوا يعني ما تجريش انت، مش مهم، في ناس كتير غيرك تجري، فما يخلكش ما يدوسش عليك في التمرين التحملات، ما يدوسش عليك لان هو شايف انت بتكسبه وخلاص. اعتقد وليد كده، وانا كنت يعني الناس اللي هي الحريفه دي احنا برضو مش عايز اقول يعني، بس ده السبب ان في مدربين واحنا صغيرين ما اسسوناش يعني كانوا مبسوطين بينا كده. يعني وليد اعتقد كان كده برضو. كلامك صح 100%.
وانا شفته بعيني طبعا وعايشته لما كنت مدرب. انا مسكت ناشئين ومسكت حراس مرمى ومسكت فرق درجه تانية، فالنوعيات دي كلها عدت علي. اللاعب اللي هو يعني مهاري عالي دايما مدلل، صح. وبعدين الجمهور عامه في كل مكان في العالم يحب اللاعب المهاري، صح، مش اللاعب القوي، مش اللاعب السريع، مش اللاعب الشويت. يعني كان عندنا نوعيات مختلفة. يعني الشاذلي ده كان من 30-50 رايح ده يجيب لك جول. امثلة سيد عبد الرازق، كان سيد بازوكا من من الجناح يجيب لك جول. كابتن عبد الناصر بيقولوا برضه كانت ليله قويه جدا. لكن مين اللي بيطرب؟ ما انت عندك ناس كتير بتغني، بس مين المطرب؟ اللي بيطرب اللي هو اللعيب الموهوب اللي زيك، زي ابراهيم، زي محمد صلاح، زي بلال، زي وليد، زي نوعيات مختلفة. فعشان كده بيبقى ليهم جماهيرية. ده ساعات يا حازم يعني انتقال لاعب نجم موهوب من نادي لنادي بيتبعه انتقال جماهير الى النادي الثاني، لانها بتحب اللعيب ده. يا كابتن هنا في مصر؟ ايوه في مع مين يعني اقول لك لما حسام حسن مثلا راح نادي الزمالك، دي كانت قويه جدا. في جماهير مشيت وراه. مشيت وراه. يعني الامثله يعني الكاس لما جه الزمالك جماهير كتير من اسكندريه مشيت وراه. اللاعب الموهوب دايما له مذاق مختلف وله جماهير مختلفه. طب يا كابتن انت حضرتك يعني خبره كبيره جدا، ليه دلوقتي زي ما بيقولوا، وكنت دايما مثلا واحنا بنلعب يقول لنا ايام قبليكوا كان احسن، ودلوقتي احنا بنقول ايامينا احنا كانت احسن، ويقول لك دايما المواهب كانت زمان احسن. يعني حتى لما احنا مثلا كنا بنلعب كان فيها ابراهيم مصري وصلاح ابو جريشه ووليد صلاح وانا ومش عارف وكذا، بس كنا زمان واحنا بنلعب يقول لك لا انت شفت زمان كان في كذا وكذا وكذا. فدلوقتي بنقارن باللعيبه بتاعتنا دلوقتي باللي احنا مثلا من 20 سنه، كان زمان كتير قوي. دلوقتي مين شايفه اللي هو الموهوب زي الناس دي بيلعب دلوقتي، موهوب الموهبه اللي هي يا ابن اللعيبه ده انا هقول لك الفرق. يعني هتذهل من اللي انا بقوله لك. يعني مش عايز ادي لك مثل شعبي قوي يعني، لكن بص مثلا عفوا على الفاكهه زمان، الخضار زمان كان بخيره، الفراخ زمان، اللحمه زمان تلاقي كان لها طعم مختلف. ليه؟ لان كانت التربه مختلفه. كانت التربه غنيه بالفيتامينات والاسمده و يعني مثلا انا كبورسعيدي يعني او سواحلي، السمك عندنا كان في موسم الفيضانات كان له طعم لسه في دماغي لغايه دلوقتي مختلف تماما لانه مش موجود دلوقتي، ما عادش فيه طعم. فعايز يعني عشان ما اخدش منك وقت كتير، القضاء على هذه الظاهره هي الاكاديميات. هذا كوره الاكاديميات طلعت كتير، وبالتالي بدات تبقى فيها يعني بيزنس اكتر، بيزنس ومصاريف. عندي رد على حضرتك في الحته دي، عايز استفسار منك. خلينا نطلع كابتن، احنا عندنا رأس الساعة نشرة الساعة 3 هنطلع أخبار كابتن ونرجع إن شاء الله نكمل حديثنا. رجع لكم تاني ومعانا كابتننا الكبير كابتن محسن صالح، وكنا بنتكلم على اللعيبة المهارية، وحضرتك قلت لي الأكاديميات السبب. عندي دايما يعني استفهام بالنسبة لي مش هلاقي له إجابة يا كابتن. إن أنا كنت بشوف دايما إن الأكاديميات دي بتوسع مستوى يعني نطاق الممارسين في الكورة في مصر، وبالتالي لما بتوسع المستوى يعني الممارسين في مصر فاللعيبه بتزيد، وبالتالي المواهب بتزيد. يعني احنا زمان يا كابتن مثلا، مش هقول زمان حضرتك، ايام انا مثلا كان الانديه بس اللي موجوده، وكان فرق الناشئين هم 4 فرق ناشئين، وكان الدنيا تمام. دلوقتي بص حضرتك الانديه بقت كتير ازاي، كترت عن زمان، مش بس زمالك واهلي، بقى في ام بي وزد ووادي دجله، وانديه كتير طلعت، وفي انديه الدرجه الثانيه برضو عندها ناشئين كتير جدا، وفي اكاديميات كتيره جدا. كل ده لعيبه كتيره بتلعب كوره، الدوريات بقت كتيره قوي، المسابقات بقت كتيره قوي، المدربين اتعلموا احسن من زمان بكتير يا كابتن. يعني برضو حاجه لو انا بقول حاجه غلط صحح لي. دلوقتي يبقى على الاقل اللي بيشتغلوا معظمهم معاهم رخص. طب ازاي الحاجات ما بتزيدش؟ يعني انت عندك الكتله معروفه يعني رياضيا ان الحاجه اللي بتزيد بتبقى المساحه بتزيد، يعني المفروض يعني. تفسيرك ايه يا كابتن الموقف ده؟ هصدمك واقول لك انه الحجم زمان كان اكتر من دلوقتي
فعلا فعلا. ليه؟ كابتن دلوقتي مفيش حد ما بيلعبش كوره. ايوه ليه؟ لانه كان كل الولاد الصغيرين بيلعبوا في الشوارع. اوكي. فين الشوارع؟ ما عادش في شوارع، وبالتالي اتقفلت قدام الشباب الصغيرين دول، ما عادش قدامهم متنفس غير الاكاديميات. صح. تمام. فالاكاديميات دلوقتي مشروع استثماري اساسه، مش مشروع الهدف منه انتاج بطل. لا، مشروع استثماري. اوكي. فبيقبل اللي معاه فلوس، اللي معاه فلوس، التخين الرفيع الطويل. بس اللي معهوش فلوس يا كابتن ممكن يلعب في مركز شباب، ممكن يبقى مهاري فيبان في نادي. حتى مراكز الشباب الشباب كترت دلوقتي، في 5000 مركز شباب على مستوى جمهورية مصر العربية. حتى مراكز الشباب بقت دلوقتي يعني لها شروط ولها واسطة عشان تدخل فيها. وبالتالي اللاعب اللي هو الموهوب اللي احنا كنا بنجيبه من المدرسة ومن الشارع عن طريق الكشافين، تبص في الشارع تقول الولد ده كويس، تاخده توديه النادي، النادي بيربيه، بيصرف عليه لغايه ما يطلع ويدخل بقى. وكان معظم الولاد دول اللي بيدخلوا الفريق الاول امتى؟ 17 18 يدخل لانه موهوب. لكن انت دلوقتي انت عملت اكاديميات، بتاخد اي حد، ما بترفضش حد، بتاخد الكل. دي الاكاديميات الخاصه، الاكاديميات الانديه يعني. لا الخاصه. وبالتالي حتى اكاديميات الانديه ما هي بفلوس برضه، ما هي بفلوس، بس بيبقوا عاملين جنب الاكاديميات الفلوس في اكاديميات بتاعت النادي اللي هي اللعيبه الكويسه يعني. لكن الاكاديميات دي بتفرز لك احسن الموجودين، مش الاحسن. في فرق. الموجودين دول كلهم، ويعني لو اديناهم من 10 5 من 10 6 من 10 4 من 10، انت بتاخد واحد اصلا 5 من 10 او 6، ده احسن واحد موجود في المجموعه دي. وبتبدا تراعيه وبتبدا تصرف عليه، وجايب له مدربين مؤهلين ويخش مسابقات وبتاع، وبعدين في الاخر يوصل الفريق الاول. اذا وصل بمستوى متدني جدا ما يلفتش النظر، ما ينجحش. ليه؟ لانه في النهايه هو مش موهوب. يا حازم، اللي يمسك المايك عشان يغني لازم يكون موهوب. اللي يمسك الكوره عشان يلعب لازم يكون موهوب. طب يا كابتن، ده ما يبقاش يعني، انا بشوف برضو في مدربين صغيرين اللي ماسكين الهوس بالكلام في التلفزيون او في الراديو او يشوف بره، بقى هو عايز يطبقه على عيال صغيره، عايز يعمل تيكي تاكا، وعايز عيال. هل فكرة التعليم او البص بره كتير ده برضو اثر على الموضوع ده؟ يعني الناس بشوفها عايز تعمل حاجات اللي واحد عنده 12 سنة و 13 سنة مش بتاعته، يعني مش سنه، يعني مفيش متعة في لا باصي، ما هتباصي بس، ما لو رقصت مش عارف ايه، مفيش، ما بيسيبش الولاد الحرية بقى. كل الناس متعلمة بس كله بينفذ اللي بيتعلم، مفيش حد بيحط روح بتاعتك انت كمدرب. هل ده صح ولا غلط برضه؟ لان انا بشوف كتير قوي عيال صغيره بتقعد تلعب تك تك تك. يا حبيبي تمام، بس انت فين؟ انا لو يعني السنس بتاعي كلاعب كوره. كلامك صح، لكن بص على المدرب اللي بيتولى هذا القطاع. انت بتقول لي بقوا مؤهلين، في ناس كتير مش مؤهلين. تمام. وحتى لو معاهم رخصه يعني، قصدي حتى لو مؤهلين يا حسن، المؤهل ده اللي هو اخذ شهاده تدريب. ايوه صح. اوكي. انا بقول لك عن قناعه، اللي معاه شهاده تدريب زي اللي معاه شهاده سواقه. صح، انا بقول كده برضه. اوكي. مش لازم سواق كويس. يعني السواق في مصر او في اي بلد اللي هو بيعرف يسوق العربيه لكن وقت الازمه يطخ في اي حد، فاهم؟ فهو مش فاهم، مش عارف، لكن معاه شهاده بتسمح له ان هو يشتغل. برضه زي ما بقول على اللعيب لازم يكون موهوب، المدرب لازم يكون موهوب. المدرب الموهوب تلاقيه بيسعى ان هو يطور نفسه، بيطلع بره الصندوق ده وبيبدا يبص على اوروبا وعلى الناس المتقدمين. دلوقتي في برامج باشتراك تطلع لك انت عايز تعمل تدريبات تصويب، تطلع لك كل تدريبات وانت تختار منها حسب المرحله السنيه وحسب الامكانيات المتاحه قدامك. عايز تعمل لياقه بدنيه، اللياقه البدنيه دي ما عادتش كده بالفهاوه، اللياقه البدنيه انت بتتكلم على قوه وسرعه وتحمل ورشاقه ومرونه. يجيبهم منين اذا كان هو مش ملم بالعلوم دي؟ اذا خلصت من هنا يبقى هتخش على التعليم المهارات، مهارة بالقدم، بالداخلي، بالخارجي، بالرأس، بالصدر، بالفخذ، الحاجات دي كلها، استلام وتسليم، الاوفر، كل الحاجات دي يعني لها قواعد. ما ينفعش مدرب ينزل يشتغل بدون ما يعرف القواعد دي، وبتيجي عن طريق خبرات وبتيجي عن طريق دراسة. هو كابتن حضرتك مدرب كبير جدا، اياميك كنتوا بتدربوا، اختلفت الدنيا دلوقتي في التدريب،
دلوقتي بالنسبه لك لو بتدرب دلوقتي وحضرتك طلعت دلوقتي، احسن لك ولا زمان كان احسن؟ لا دلوقتي طبعا. ليه بقى؟ هتعمل ايه زياده على اللي كنت بتعمله؟ هقول لك، زمان كان التدريب مرتين ثلاثه في الاسبوع. لا بس ايامينا كنا بنتمرن كل يوم يا كابتن. انا بتكلم على حضرتك وانت مدرب. اللي دخله التدريب يومي هو هيديكوتي. قبل هيديكوتي كنا بنتمرن 3 مرات في الاسبوع. لا بس بتكلم على فتره حضرتك وانت مدرب مثلا في التسعينات والالفينات. ايه الفرق لو انت دلوقتي بتقول احسن دلوقتي؟ كنت هتعمل ايه ما كنتش بتعمله زمان، او كنت بتعمل ايه زمان ممكن تعمله ما تعملوش دلوقتي يعني؟ يعني زمان ما كانش عندك المساحه والامكانيات انك انت تعمل الشغل ده، وما كانش عندك العلم. أيوة. العلم اللي انت تشتغل، كان هو ده الموضه. كان يتكلم مثلا يقول لك ايه يعني، سمير قطب ده كان يعمل ال7 يعني رقص اي حد. الفناجيلي ده من 40 ياردة كان يشوط كوره يقول لك انا هحطها في الزاويه دي ويحطها في الزاويه دي، وعلى فكره ده صحيح والله. كان بيحصل كان بيحصل. بس مفيش ضغط بقى ومفيش حد بيخش. لا انا بتكلم على حلوة يعني. على الله يرحمه حماده امام. الستينات لما نتكلم يقول لك لا خلي بالك لو حطها على رجله الشمال خلصت تبقى جول، عشان كده ايه روح له من ناحيه الشمال. فكان في مواهب موجوده، ولكن كان التمرين نفسه كان قليل، ما ساعدهمش ان هم يوصلوا للعالميه. صح. لكن كان في مواهب اكتر بكتير من اللي موجود دلوقتي. ايوه انا بتكلم يا كابتن على التدريب دي. يعني انت دلوقتي حضرتك بنشوف حضرتك بتحلل معانا واكيد طبعا وعمنا يعني، بس بنشوف دلوقتي المدرب بيعمل تكتيك، وممكن الشوط الثاني يعمل تكتيك تاني. الحاجات دي كان مثلا وانا بلعب التسعينات والالفينات ما كانتش موجوده. هو ستايل واحد بنلعب مثلا سي 4 3 3 5 2، اللي بيلعب قدامك ايه انت مش فارقه معاك، انت بتلعب بنفس الشغل صح؟ هو المفروض يعني حضرتك وانت بتدور مثلا الاسماعيلي لما خدت الدوري كنت بتلعب مع الزمالك والاهلي والمحله، بتلعب هو من 4 مثلا 4 2 او مش فاكر 3 5 2 ولا ايه. ما بتقعدش بقى زي دلوقتي الشوط الاول مش عارف ايه. الكلام الكتير حوالين الكوره زاد. يعني ما كانش في زمان يعني في الالفينات كانش في حد بيقعد يتكلم في الكوره كتير. الناس بقت تتكلم في الكوره وديتيلز الكوره وحاجات الكوره. ممكن ما يبقوش لعبوا كوره خالص، بس عاملين يقول لك لازم يغير هنا ولازم يحط هنا ويتكتك هنا. الحاجات دي بوظت الكوره شويه. الكلام الكتير قوي ده ولا شايفه ده مفيد لينا يعني؟ لا هو مفيد، ولكن ممكن تعمل جواه تمرينات تنمي المهارات وتنمي الفكر. الكوره مش بس انك انت بتمرن العضلات المخ العضلات، انت بتمرن المخ كمان. ده في ساعات يبقى تمرين محاضره بس، انك انت بتقعد تتكلم في التكتيك، بتتكلم في الجبهات، تتكلم في الجمل. فلما تيجي تعمل التمرين بتاعك انت بتعمل يعني شغل متكامل. يعني لما تيجي عايز تنمي اللياقه البدنيه، عايز تنمي القوه، عايز تنمي السرعه، عايز تنمي التحمل، عايز تنمي رشاقه، عايز تنمي مرونه، كل ده هتعمله امتى؟ في دوري كل 3 ايام مباراه. المدربين يعني مظلومين جدا في النقطه دي. انا كانت يعني اشتغلت شويه لما كان بين المباراه والمباراه اسبوع، كان ممكن تعمل وحده تدريبيه متكامله فيها الشده وفيها الحجم وفيها المهاره وفيها اللياقه وفيها كل حاجه تقدر تعملها كل يوم لغايه ما توصل قبل المباراه بيوم تنزل بالاحمال بتاعك، ثبت فرقتك تلعب على الخطه اللي انت عايزها. وبعدين انا بستغرب انه مدرب يفضل يلعب بطريقه هي الطريقه الواحده. ازاي؟ امال انا بعمل تكتيك ليه؟ انا بعمل تكتيك او بختار الطريقه وفقا لقوه المنافس. يعني لو المنافس قوي جدا وانا حاسس ان انا مش هقدر ان انا اقف واصمد قدامه، ما العبش بقى بكره مفتوحه. ما العبش. ده على كل الانديه ولا على الانديه القليله شويه؟ يعني ده يطبق على الاهلي والزمالك وبيراميدز؟ عادة كل الأندية لابد انك انت تبص يعني الفريق برضه يقول لك احنا بنلعب وهم الناس تصلح علينا. في حاجات بقى ايه ده بقى النقطة الثانية، انك انت انا ده معتقدات وفيها شيء من الصح في راس المدرب. يقول لك انا ما العبش بطريقته او ما العبش بالطريقة اللي هو عايزها، انا اخليه هو يلعب على طريقتي انا. في لانك انت عندك امكانيات اكتر، انت عندك قدرات اكتر، انت عندك لعيبة على مستوى اعلى، فانت تختار تتبغدد. فاهمني؟ لكن اللي هو معهوش وهيلعب فرقه كبيره هيعمل ايه؟ هقول لك 5-5. طب انت مع فكره علاء عبد العال هو اقعد ادافع زي ما بيدافع كابتن علاء يعني وامن نفسي وابقى في الجدول كويس، ولا مثلا مع فكره
المدرب اللي بيلعب كوره مثلا زي وادي دجله صغير الشيخ بيلعب كوره وبيهاجم كسب الزمالك، انت مع يعني مع فكره ايه يا كابتن أكتر؟ يعني هو بيتكلم كده لانه عارف انه الفرقه اللي ماسكها قدراتها محدوده. مين محله ولا وادي دجله؟ ايا كان هو لف ما شاء الله. انا بتكلم على فرقتين المفروض يعني مش ما عندهمش امكانيات ماديه كتير وما عندهمش لعيبه كبيره يعني اسامي كبيره قصدي، وعندهم تاريخ، عندهم يعني طبعا محله تاريخها اكبر من وادي دجله، بس انا يعني انا قصدي مثلا سي الجونه يعني الانديه اللي هي في الوسط مطمنه بس بتلعب كوره نوعا ما، بتهاجم شويه وتلعب كوره، غير مثلا المحله مع كابتن علاء بيدافع بس او اقل عدد اهداف واقل عدد فوز، وفي رغم كده هو في الجدول التاسع من تحت في الدوري تحت. انت شايف ده هو بيلعب مثلا باسلوب لعب واحد اللي هو انا هقف تحت الكوره وجبت وماشي بشكل كويس ومطلوب، مثلا في ناس يقول لك ما هو قاعد في الدوري، انت رايك ايه في النمط ده من المدربين؟ يعني انا ضد هذا المبدا. انا مؤمن، والكره في العالم معروفه هي حاجتين. الكره معاك لازم اهاجم، اوكي، الكره مش معاك لازم تدافع. طب كله يدافع. الكره معاك عايز تهاجم وبتلعب مع فرقه قويه، تهاجم بكام؟ هو ده السؤال. اهاجم بكام؟ اطلع الباك مع 2 راسين حربه مع الوينج الثاني مع 2 محاور يبقى 6، وبعدين لما تتقطع مني الكوره ب4 ورا ضد 6 من الفرقه الثانيه اخسر المباراه. يبقى هنا احدد عدد اللعيبه اللي بيشاركوا في الهجمه عشان يبقى عندي ديفنس موجود اقدر ادافع بيه لما افقد الكوره. لكن الهجوم لابد منه، لابد ان انا كل كوره امسكها ان انا اعمل جمله توصلني ان انا اجيب جول، مش ان انا اعمل استحواذ سلبي او ان انا اضيع وقت واللعيب اللي يقع وحارس المرمى اللي يقع يعني دي مش كوره. انا دايما كنت اقول للعيبه بتاعتي يا حازم ايه، العب حلو، العب حضرتك ما قلت لنا حتى لو تخسر. ايوه كنت دايما تقول لنا العبوا متعوا نفسكم، العبوا كوره يعني ما تخافوش، فالعبوا كوره. انا عايز الناس تطلع تقول. عارف انت قلت لي حاجه مره بس انت مش فاكرها طبعا، لما انا اتصعدت لحضرتك في المنتخب الاول، كنت جايب المنتخب الاولمبي، كسبنا لسه كنا كاسبين بطوله الالعاب الافريقيه، وكنت حاجه في هولندا، كنت عامل معسكر المنتخب الاول في هولندا، ماتش اوتريخت. ايوه نزلت انا ماتش اوتريخت، حضرتك نزلتني اول واحد في جيلي. ايوه كنت انا ومعتمد ومدحت وعلي ماهر، لا علي ماهر كان سبقنا وتقريبا مش عارف مين معايا، كان علي ماهر اظن، علي ماهر كان معانا برضه، بس علي ماهر كان لعب مع كابتن جوهر قبلينا قصدي. فانت وانا نازل على الخط الشوط الثاني قلت له حازم انا هلاعبك اول واحد في جيلك ده عشان تبقى كابتنهم كلهم، والله قلت لي كده. انا قلت لك نزلت جبت جول انا الماتش ده وجبت جول. ايوه يعني انت لعبت الشوط الثاني. لا الثاني. فاكر انا فاكر الجمله دي وانت بتنزلني، قلت لي يا حازم انا هنزلك اول واحد عشان تبقى انت الكابتن على الجيل ده كله. ما اصل انا ولا فعلا بقيت الكابتن على الجيل ده كله. ما هي الكابتنه بتيجي ايه؟ مش بتيجي بالاقدميه. ايوه صح. يعني تبقى انت كابتن بقى ولا مدحت ده اللي خلاني كابتن على عبد الستار ومدحت ومعتمد. أيوة الماتش الدولي ده وبعدين بعد كده لعبت يعني قبليهم دولي برضه. انا كنت شايف انك انت يعني هتوصل لفين. فكان ايوه خدتني على طول ما شاء الله يعني. انا يعني كنت مستني تخلصوا بطوله الالعاب الافريقيه. أيوة. ولا انتوا كنتوا المفروض تكونوا معايا قبلها. فانتوا طلعتوا من هناك جيتوا عليا، قلت لك هتلعب وهتجيب جول. أيوة. وهتبقى كابتن الجيل ده كله. صح صح. حبيبي يا كابتن. طيب السبعه الكبار يا كابتن، 3 فرق عندهم مدربين اجانب، الاهلي وبيراميدز والمصري، و4 فرق الزمالك سيراميكا سموحه وامبي مصريين. شايف في فرق كبير قوي بين المدرب الاجنبي والمدرب المصري في السبعه الكبار دول؟ يصب في مصلحه المصريين صح. ايوه. انا ما بقاش في فوارق كتير يعني. ما بقاش في، لان دلوقتي المدربين المصريين بقوا على درجه عاليه من الخبره والثقافه والعلم، بيتعلموا كويس. بدليل ان دلوقتي مستوى الكوره في مصر على فكره في الانديه كلها كويس. حتى اللي هي متدنيه مستواها جيد جدا. كويس جدا صح. فالمدرب المصري يعني بدأ يدرك ان هو عشان يوصل لازم يتعلم كتير، فبدأ يبص كتير بره، بدأ يبص على يفتح برامج كتيرة يتعلم منها. القليل منهم اللي بيسافر، لأن العملية بقت مكلفة جدا. صح. ومش بس مكلفة انك انت تسافر وتعمل فترة معايشة، ما فيش حد هيسمح لك الا اذا كان لك معرفة هناك. يعني انا صح. بالنسبة لي انا لفيت كتير. ليه؟ لانه كان عندي اصدقاء. يعني كان عندي صديق انجليزي عنده نايت كلاب، كل المدربين الانجليز بتوع الاندية بيسهروا عنده. لا والله. والله لما كان يجي هنا اجازة، وكان اللي بيجي مع عباس قعود اللي هو بطل مصر في السكواش وصاحبنا كان مقيم هناك،
فكان لما يجي هنا يعني كنت بقوم بالواجب معاه يعني. بس مش في نايت كلاب يعني. فهو كان عايز يرد لي، بس يقول لي اي وقت عايز تروح انجلترا عند اي نادي. لا والله. رحت انديه ايه كمان؟ انا رحت فولهام، رحت كوينز بارك رينجرز. عملت معايشات في الفرقه دي؟ عملت معايشه جوه بقيت قاعد في الملعب بدخل اوضه اللبس اسمع بيقول ايه المدرب. لا والله. انت عارف فاكر اسامي المدربين اللي كانت ماسكه يا كابتن ولا من زمان قوي؟ لا الكلام ده التسعينات بقى ولا الثمانينات الكلام ده؟ لا ده كان في يعني بدات في الثمانينات اشتغل في الحته، لان انا بدات التدريب في الثمانينات، فبدات اشتغل فيها الحته دي. فمدرب يعني كان يسمح لي اقعد في اوضه اللبس وتشوف عشان اسمع ازاي. انت عارف كل الانديه الاوروبيه ما بتتمرنش في الملعب النادي او الاستاد، بتلعب عندها اراضي بره، بتبقى حته كده في الريف بيروحوا يتمرنوا فيها ويقعدوا فيها، يعني ينزل الصبح يتمرن وبعدين يدخل الاوضه ياكل سندوتش ياكل حاجه، المدرب يعمل محاضره يستريحوا شويه وبعدين ساعات ينزلوا التمرين الثاني. فكنت بقعد بشوف الوحدات دي وبكتبها بسجلها عندي، وبالتالي يعني اصبح عندي كم كبير جدا من الماده اللي اقدر اشتغل فيها. يعني انا وصلت لمرحله الحمد لله يعني ان انا ممكن اعمل وحدات تدريبيه لسنه كامله. ما شاء الله. سنه كامله بدون تدريبات مكرره. لا والله. ليه؟ لانه لعيب الكوره ده خلي بالك يعني برضه انف قوي. ايوه لما تيجي تقول له مثلا ايه بنورش المدرب على طول عامل ازاي بعد اول تمرينتين. النهارده الاسبرنتات، بكره سبرنتات، بعد سبرنتات ما تزهقناش. وبالتالي يعني لو اديت له اي واحده تانية برضه هيزهق، زي ما تكون انت في بيتك كل يوم مراتك تعمل لك فراخ زهقت. عارف لازم يكون في تنوع في التمرين. فعشان كده المدرب لابد انه يكون مثقف، لكن لازم يعرف فايده التمرين ايه، مش انا بعمل تمرينه جديده التمارين بس منظر يعني. طب عايز اسالك سؤال يا كابتن، فجاه معتمد جمال بالاداء. هسال حضرتك السؤال ده بس هنطلع بقى فاصل اذان العصر وحضرتك نرجع بعدين نتكلم عن الموضوع ده. رجعنا لكم تاني، وكنت بسال الكابتن محسن على فجاه اداء معتمد جمال. يعني حضرتك كنت لسه بتتكلم على فكره المدرب يغير التغيير التكتيك بتاعه، مش كل ماتش زي التاني. معتمد بيعمل كده، لعب كتير ماتشات ب3 ولعب ماتشات ب4 ودخل لعيبه كانت بعيده جدا زي ناصر منسي مثلا. ناصر منسي بص دلوقتي عامل ازاي ما شاء الله. يعني ماتش امبارح هنتكلم برضه حضرتك، يعني قول لي رايك ماتش امبارح، ان حضرتك برضه من بورسعيد يعني المصري بيمثلك حاجه كبيره. وكوكي واداء نبيل كوكي المدير الفني، يعني امبارح كان المصري في حاله صعبه جدا على الرغم من الانفاق المادي المحترم من الاستاذ كامل ابو علي. يعني فرقه المصري ما عندهاش مشاكل، بالعكس عندها لعيبه كتير كويسه. فقولي الاول فكره معتمد وفاجئك ولا لا، وبعدين كام عن مصري ماتش امبارح. يعني اتكلم عن مواصفات شخصيه الاول، لانها بتلعب دور كبير جدا في القياده. انسان متوازن جدا، واثق من نفسه جدا، انفعالاته بتيجي في وقتها بدون مبالغه وبدون تقصير. تفكيره في المباراة واضح انه من قبل المباراة بيفكر كويس، بيقدر يشترك بالمجموعة اللي تحقق له الهدف، بيقدر يختار الطريقة. وبعدين القيادة من خارج الملعب بدون عصبية، بدون نرفزة، بقوة، بشخصية واضحة جدا. بيقدر يميز ما بين طرق اللعب اللي يختارها. يعني احنا بنتكلم يا كابتن حازم على طرق اللعب، احنا بنتكلم حوالي 14 15 طريقه. لما بتتكلم من اولها من 5 2 3 4 2 4 4 3 3 4 4 2 4 3 2 1 4 1 1. يعني كتير. عندك طرق لعب كتيره جدا غير 3 5 ومشتقاتها، ودي اعظم الطرق. فهو بيمر على الخطط دي اثناء المباراه. يعني في الشوط الثاني امبارح يعني تجد ان هو حول الطريقه في النصف الثاني من الشوط الثاني، وبقى فيه كثافه عدديه، وبقى فيه تنوع، وبقى فيه جمل تكتيكيه بتتعمل، بقى فيه تصويب من جهات مختلفه، بقى فيه كره جماعيه. الحاجات دي ما بتجيش كده لوحدها. صحيح انه في عامل مهم مؤثر في الزمالك دلوقتي اللي هو العامل الجماهيري. وقف معاه وقفه كبيره جدا بعد المشاكل اللي كان بيعانيها الفريق وما زال بيعانيها، لكن قدر الجمهور اللي هو ينتشل الفريق صح. من الحاله دي وحطه في حاله نفسيه تخليه يضحي
ويخليه يدي كل اللي عنده في الملعب بتموت بثقه. نفسها امبارح. بالتالي فدور الجمهور مؤثر كبير. جدا، دور الجهاز الفني مؤثر جدا، اللاعبين متجاوبين. بدات بعض المشاكل تتحل رغم انه النادي يعني استغنى عن بعض العناصر. ناصر وسط الموسم كمان ناصر ماهر ودونجا اثنين لعيبه تقال جدا، لكن ما تحسش ان الفريق ناقصه حاجه. بتكلم على البرازيل بزيرة يعني حل لعيب كويس كده يعني مطلوب. المهارات الفرديه مطلوبه، بيحل لك مشاكل واحد ضد واحد. امبارح هو اللي حل الماتش، الجول الاول التمريره بتاعته. وبعدين واضح ان هو مايسترو وقائد للجماهير، يعني بيقدر هو على طول بيروح لهم يعمل الحاجات دي، بيقدر يصحي الجمهور معاه. وبالتالي اداء الفريق كله اداء يعني جيد جدا، متفق عليه، طريقه لعبه مناسبه، القياده جيده جدا بالنسبه للمعتمد. يعني شايف معتمد تديله كم من 10 لغايه دلوقتي؟ يعني بعض السقطات الخفيفه يعني ممكن اديله 7 من 10. 7. في زي معتمد كتير، يعني معتمد جه بالصدفه، مسك مساعد وبعدين مسك لما مش عارف مشي. هل عندنا ما عندناش ثقه في المدرب المصري؟ يعني انت دلوقتي زي ما كنت بكلم حضرتك دلوقتي، في من ال7 الكبار في 4 مدربين مصريين. هل ما عندناش ثقه في المدرب المصري؟ لازم يجي في وقت زنقه عشان يبان، ولا يعني قليل؟ يعني علي ماهر مثلا خلاص عمل اسم دلوقتي وبقى هو ما شاء الله الناس تثق فيه، بس مش كتير علي ماهر، يعني مش كتير هتلاقي. ليه دايما عندنا فكره مفيش ثقه في المدرب ان هو يقود؟ خصوصا لو فرقه كبيره، يعني الاهلي مثلا حاليا يستر مثلا، انت راي حضرتك شايف ان هو خلاص هو مكمل ال6 ماتشات، بس هل الناس تقول لك مثلا حسام البدري، علي ماهر، هل ممكن يكونوا يعملوا حاجه احسن لو كانوا عاجبهم؟ يعني عايز اقول لك ايه، النقله دي بيصحبها يعني ايه فوقان دايما لما يحصل فيه تغيير في الاجهزه. لازم اول ماتش غربال يبقى له شده مختلفه. وبالتالي الفريق يصحى ويبدا ينطلق لفوق، بس فوق لغايه امتى؟ دي بقى حسب شخصيه المدرب وكفاءه المدرب وتقبل اللعيبه للمدرب واقتناع الجماهير بيه والاعلام بيه، لان الموضوع مش بس يعني انك انت جبت مدرب، ولا لابد ان يكون له حصانه. الحصانه دي بتيجي من ايه؟ من الاداره، بتيجي من الجمهور، بتيجي من الاعلام، ثم مسانده اللعيبه. مع ان انا دايما ما بحبش انه اللعيب يكون له يعني ايه تاثير على استمراريه او عدم استمراريه المدرب. فكل دي عوامل بتبقى مؤثره. لو الفريق مشي معاه بطريقه جيده، الجمهور بيتجاوب، بيبدا يدعم الى ان لا يحقق الهدف، لا يخفق في تحقيق الهدف. لكن دايما الفكر اللي عندنا او عند المسؤولين بتوعنا انه يعني عشان تخلص من المشاكل وضغط الجمهور هات مدرب اجنبي. ليه؟ لان المدرب الاجنبي ايه يعني يعني مع ان هم كلهم دلوقتي بقوا بيترجموا وبيسمعوا وبيعرفوا بيتقال ايه، لكن الادارات فاكره ان هو مش واخد باله ان هو بيتشتم او ان هو في كذا او كذا. لكن عامه برضو اللاعب المصري او العربي يعني بيحترم اكتر من المدرب الاجنبي للاسف. تبص تلاقيه بيعمل له اعتبار اكتر. ليه؟ لان في المقوله دي يعني مش صحيحه 100%. دايما الناس بتقول لك اصل المدرب المصري بيحب وبيكره. الله، امال اللي احنا بنشوفه من الاجنبي ده ايه؟ ده مش بيحب وبيكره بس، لا ده بيدلع كمان. فاهم؟ لما تجيب مدرب وبعدين تبص تلاقيه بيشرك لاعب، انت وانا وكل الناس بتقول لا ده لا يصلح، تبص تلاقيه بيصلح. ليه؟ لانه اللاعب ده بيضحك في وش المدرب وبيسلم عليه وبيضحك معاه. ممكن يا كابتن المدرب بيحب لعيب يلعبه وهو وحش ولا مقتنع بيه فبيلعبه؟ والله انا شفت نماذج كتير. في نماذج بيبقى مقتنع وهو على خطأ، وفي نماذج بيبقى مقتنع وهو لكن ممكن يلعب يعني مدرب عارف ان ده وحش وفي واحد احسن منه بس انا بحب ده فهلاعبه. ما بيشوفش يعني. المشكله يا حازم هو ايه؟ ما بيشوفش الجزء الوحش. ايوه من قصدي كده. هو بيشوف بس الجزء كويس. تبص تلاقيه يعني ايه زي ما بيقول المثل حبيبك يبلع لك الزلط. شايفه عامل كارثه فقوم يرميها على زميله، يقول لك شفت لو كان جاي له وساعده ووقف معاه ما كانش غلط الغلطه دي، فيروح يلوم زميله ما يلوموش هو. ليه؟ لانه هو حاسس بارتياح انه بيعمله اللي هو عايزه، مثلا سيف الملعب او ان هو بيريحه في مدرب بيحب مثلا يعني مدربين كتير وانت يمكن توافقني فيها،
انه يحب اللعيب اللي هو بيأدي التمرين بجديه تامه. ايوه صح. تمام. انت اكيد ما كنتش بتعمل التمرين بجديه تامه. وانا شايف وانا مؤمن ان اللعيب اللي هو السوبر ستار مش مطلوب منه انه يموت نفسه في التمرين عشان يثبت للمدرب انه سوبر ستار. هو عارفنا انه سوبر ستار. طيب انا يعني لو فتحت السبرنت ده ممكن يجي لي شد فاروح مكسر شويه. لو حطيت رجلي في تاكلينج هتعور، ما فيش داعي. لو عملت تصادم مع زميلي يمكن اتعور فما بعملوش. مش معنى كده ان انا مش جاهز، لا، معنى كده ان انا عارف قيمتي كويس وخايف ان انا اتعور وبوفر جهدي عشان خاطر انزل الماتش وابقى سليم 100%. طيب امبارح ماتش الزمالك والمصري، النتيجه مفاجاه بالنسبه لك؟ يعني اداء المصري السنه دي كان ماشي كويس جدا وكان ماشي بنتائج كويسه قوي لغايه ما طلع من الكونفدراليه بتاعت الامور تزوم شويه. نبيل الكوكي امبارح شايفه ازاي؟ تعامله في الماتش ازاي؟ ابتدى الماتش كويس جدا وكسب واحد، بيلعب كوره على الارض كويس. عايز شفت الماتش ازاي امبارح كده؟ المصري عنده مجموعه جيده جدا من اللاعبين وبيلعبوا كوره حلوه جدا. وفي مباريات انا شفتها لهم بيقدموا مستوى عالي جدا وحققوا فيها نتائج كويسه. كوره حلوه بصراحه. يعني ايه اللي حصل امبارح؟ انا بأعزي ده قوه الزمالك مثلا، الرهبه من اسم الزمالك. اوكي. ودي مشكله لعيبه الاقاليم. بس لعبوا الزمالك 80 مره كمان. السنه دي اكتر مره لعبوا الزمالك فيها. انا عارف. بس هي دي الحقيقه اللي الناس مش واخده بالها منها. انه لاعب الاقاليم لما بيجي يلعب اهله الزمالك بيبقى شايف اللاعب حتى لو مفيش جمهور يعني دلوقتي طبعا في جمهور الزمالك كتير قوي، بس قصدي معظم الماتشات ما فيهاش جمهور، مش زي زمان، مش زي ايامنا الملعب متقفل والحاجات دي. لكن تعمل برضه يعني انا بتكلم على اهل الزمالك. أيوة. جماهيرهم بتتواجد طبعًا. حتى لو بنسمه صح، فلهم تأثير على اللعيبه الثانيه، على اللعيبه الثانيه، لهم تأثير على تركيز اللعيبه، لهم تأثير على الروح القتاليه عند الفرقه الثانيه. يعني دايما الفرقه اللي بتلاعب الاهلي والزمالك بتحس ان هم اقل طبعًا. عشان كده كنت انا دايما بشدد على لاعيبتي سواء في القناه او الاسماعيلي او بتاع، لو نزلت الملعب يعني حاول انك انت تسد ودانك ايه يعني ركز في شغلك. لدرجه ان مره قلت انا لو شفت لاعب بيبص على لاعب في نص الملعب الثاني هسحبه بره. لانك انت لما بتبص عليه وهو بيسخن معناه ان انت خايف. بيبص على اللعيبه الثانيه. اوكي. انت شايفه بيسخن خليه هو يبص عليك. اوكي. عشان قادر ايه يعني ايه تبقى شجاع. لكن انت لما تبص له كده ولا تضحك له ولا راح تسلم عليه فانت رايح تتصور. ايوه خلاص كده. انت طلعت من لعيب لمعجب، يعني بقت حاجه ثانيه خالص. فاهمني؟ فكنت دايما بركز على الحته دي. ليه؟ لانه الجمهور مؤثر جدا. تشجيعه ما عندكش فكره بيزلزل الارض تحت اللعيبه، بيخلي تفكيره مختلف. الزمالك مكسر الدنيا امبارح. يعني امبارح الجمهور يعني في الشوط الثاني كمان وقفه يعني شدت الملعب كله. انا لقيت يعني النادي المصري بيلعب كوره لكن من جواهم خايفين من الزمالك. طب ده مدرب ما يتدخلش؟ يعني انت شايف في ناس كتير بتقول لو المصري معاهم مدرب احسن شويه ممكن يعمل نتائج احسن، انت مع القرار ده ولا شايف لا نبيل كوكي عادي يكمل ومدرب كويس؟ لو المدرب بيشتغل على الحته دي يعالجها ممكن ان هو يبقى مدرب كويس. لانه انا مش عايز اقول السيزون ككل بالنسبه له لا انا مش عايز اقول انه مش مدرب كويس، لان الفريق بيلعب كوره حلوه. صح. طالما بيلعب كوره حلوه هو خامس الدوري يعني يبقى تشكيله كويس، يبقى طريقته كويسه، يبقى تعامله في الملعب معاهم كويس. يمكن ناقص القياده في الملعب وقت المباراه. يعني ما عندوش هو كان قاعد فوق، خلي بالك امبارح برضه فدي بتفرق. كان مطرود وقاعد فوق ما كانش موجود. يعني انا ادي لك مثلا فكره صغيره على المدرب بتاع بيراميدز. شوف بيعمل ايه على الخط. فريقه من غير جمهور، هو جمهوره. ايوه صح. هو بيلعب دور جمهوره، عصبي جدا بيشجع جداً. وبيوجه وبيصرخ وبيتنطط وبيروح ويجي. ده صح ولا غلط؟ مبالغ فيه. هو الراجل ده مبالغ فيه فعلا. هو مبالغ فيه، بحسه اوفر اكتنج شويه يعني بس هو ساعات يعني ايه يبالغ فيها عشان خاطر انه ما عندوش جمهور. فهو بيعوضهم بالحماس بتاعه هو. طب ده هيخليني اخش على ياستروب. هو عكس الراجل ده تماما، ما بيتكلمش كتير، ما بيشوحش، ما بيزعقش. حتى بيخش جول في الاهلي تلاقيه هادي. هل بيعتمد ان في جمهور الاهلي فهو بيعمل الموضوع ده، ولا انت شايفه ازاي ياستروب؟ وشايف المرحله دي بعد مثلا خروج الاهلي من بطوله افريقيا وتجديد الثقه فيه، خلاص عنده 6 ماتشات، هل الامور هتتغير بالنسبه له؟ هل حاسس ان الجمهور هيدعمه، حاسس بتدعيم الاداره بتدعمه، فشايف الامور هتتحسن شويه؟ يعني دي مقومات شخصيه للمدرب.
كل مدرب له مقوماته وله اسلوبه وله طريقته. يعني المدرب اللي قبله نفسه روبيرو نفس الهدوء والبرود اللي هو فيه، فاللعيبه مش حاسه بيه، ما بيديش الطاقه. بس كولر كان هادي برضه، بس كان جامد يعني. مين كولر؟ يعني ما كانش بيتعصب كتير. كان بيتعصب طبعا احسن منهم، بس مش زي الراجل ده مثلا بتاع بيراميدز. مش زيه يعني هو احسن منه شويه، لكن ده يعني واقف يعني متفرج. لعيب الكوره محتاج انه يعني يتشد في وقت من الاوقات اثناء المباراه، يحس المدرب مش راضي عنه، يحس انه بيعمل غلط، فمش هيعرف انه عامل غلط الا لما المدرب يعني زعق عليه، يبقى ساعتها يصحى. لكن بدون ما انا اعمل رد فعل، اللعيب بارد حاسس ان هو بيعمل كل حاجه كويسه. لعيبه الاهلي والزمالك بتبقى عايزه معامله خاصه يا كابتن ولا عادي؟ معامله خاصه من ناحيه توجيه ولا من ناحيه اي حاجه، توجيه، العقوبات، عقود لعيبه. يعني مثلا ما يجي واحد يجي لك مثلا يقول لك انا عايز اعدل عادي وانت وسط الموسم مثلا، دي مشكله كبيره جدا. بس بتحصل. يعني انا يعني معلش هنط على السرعه على الحته دي يعني. ايوه معلش عشان وقتها بيخلص خلاص. هنهزر يا نهار ابيض. طب فاضل يعني اخر حاجه كابتن، الوقت مع حضرتك جري بسرعه. الله يبارك فيك. يعني يعني عايز اتكلم على نقطه انه عايز اجدد العقد او عايز اعدل. ايوه عدل ايه؟ في عقد بينه وبينك بدايه ونهايه. بعد ما يخلص العقد يطلب اللي انت عايزه. المفروض النادي الاهلي وكل الانديه ما ترضخش لهذا الطلب. بعد ما تنتهي العقد بتاعك تعالى اطلب الزياده اللي انت عايزها. ممكن ان انا ادي لك مكافآت لو انت شايف ان انت مميز عن اللعيبه، ممكن انا اعمل لك مكافآت، وفي اللائحه موجوده وفي كل الانديه في مكافآت استثنائيه. بس هيدي مكافأة واحد بس، هيدي الفرقه كلها وممكن واحد بس يكون هو يعني بس لكن هو مميز، عمل شغل اكتر من زملاته. قصدي نجم المباراه. انت لما تيجي تعمل يديله يعني كنجم المباراه، انت لما تيجي تختار نجم المباراه، وللاسف احنا بنختارها بطريقه عشوائيه. ممكن لعيب ظهر 5 دقائق جاب جول نديله نجم المباراه. نجم المباراه المفروض ان هو يكون تديله الافضل من ناحيه اللياقه، المهاره، تأثيره في الماتش عامل ازاي، حاجات يعني كل حاجه مع بعض. 5 عناصر تطبقهم، مش مجرد انه جاب جول ولعب كورتين كويسين يبقى احسن لعيب. فدي لها عناصر. المدرب لابد ان هو يكون يعني قوي الشخصيه، مسيطر، ينفذ. سريعا يا كابتن عشان حلقه ياستروب ال6 ماتشات دول هيتغير عن ياستروب اللي قبل كده. يعني المقومات الشخصيه هي فنيه، مكان فنيه. لا، اللي هيتغير لعيب اذا كان الحافز اكتر. اذا كانوا يعني حسوا بالخطا الكبير الجسيم اللي عملوه، لازم يكونوا حسوا يعني. اكيد حسوا يعني. نتمنى، وبالتالي ممكن بقى تظهر دي بشكل تاني. الشراسه بقى تبدا تظهر، حب النادي والحرص على المصلحه العامه ونكران الذات، ومش عايز افكر بقى انا النجم، انا باخد اقل، ده باخد اكتر. كل ده ناجله لغايه اخر الموسم، وبعد الموسم بيبداوا يتكلموا فيه تاني. كابتن محسن، حلقتنا للاسف خلص بسرعه جدا، بس طبعا هيبقى لنا ان شاء الله حلقات تانية. خلاص احنا حلقتنا دلوقتي ساعه ونص، فعندنا وقت يعني. بس النهارده طبعا انا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك والله، ان انا شفتك اساسا بقى كتير ما شفتش حضرتك في التلفزيون من زمان، ما شفتش حضرتك، ونورتنا كالعاده، ومنورنا دايما، ومنور اون سبورت FM، والى حلقات تانية باذن الله يا كابتن مصر. ان شاء الله. شكرا على هذا اللقاء الممتع حبيبي يا كابتن مصر. بشكركم شكرا جزيلا اعزائي المستمعين. استمتعنا مع كابتننا الكبير كابتن محسن صالح. ان شاء الله نشوفه في حلقات تانية كتير باذن الله. بكره برضه هكون موجود معاكم ان شاء الله، بدل كابتن خالد الغندور عنده ظروف خاصه، فبكره هكون معاكم ان شاء الله برضه الساعه 2:30. بشكركم شكرا جزيلا، والى حلقات قادمه باذن الله.